اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه. يا صاحبي عند شدتي، ويا مؤنس وحدتي، ويا حافظي في غربتي، ويا ولي نعمتي، يا كاشف كربتي، ويا سامع دعوتي، ويا راحمي في عبرتي، ويا مقيل عثرتي. اللهم فرج من عندك كربي الوثيق، واكشف عني كل شدة وضيق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حبيت أبدأ معاكم كده بدعاء حلو لي ولكم بالمثل يا رب، اللهم آمين. ربنا يجعله من حدي ونصيبي أنا وأنتم وكل اللي يسمع الدعاء ويقول اللهم آمين يا رب، اللهم آمين. كل سنة وانتم طيبين، وحشتوني، ومعلش اعذروني جدا اني بطول عليكم في الفيديوهات، والله لظروف كده، وان شاء الله ربنا يصلح الحال كده، وبإذن الله نرجع احسن من الاول بإذن الله في الفيديوهات، ونستمر بإذن الله. نسمي الله ونصلي على الرسول. وطبعا النهاردة بقى كانت وقفة عرفات، وقلت بقى اعمل معاكم الاكلة المفضلة. طبعا كلنا صايمين، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال يا رب. قلت كده ايه اكافئ ولادي انهم صايمين، ان هم ايه اعمل لهم الاكله اللي بيحبوها. طبعا الاكله اللي بيحبوها يبقى المحشي. ما بعملوش كتير علشان طبعا ببقى في الشغل وببقى عايز وقت وغلبه كده زي ما احنا عارفين. فقلت بقى ايه النهارده بقى احنا صايمين، قلت اعمل لهم بقى اكله كده تعجبهم وتشجعهم ان هم ايه اما يفطروا على حاجه بيحبوها. ابتديت بقى ايه، طبعا شفت الكرنبايه معايا في اول الفيديو، قطعت بقى الجزء اللي هو زي اللي بنقول عليه الراس ديت بدوران كده، بتبقى بتسهل عليا ان انا اخرج ورقه ورقه كده، وتسهل ان هي تفكك مع بعضها. طبعا حطيت بقى الحله مليانه ميه كده مغليه، وحطيت فيها نص معلقه ملح ونص معلقه كمون. طبعا عارفين ان الكمون علشان الكرنب يعني وكده بيخرج اي حاجه، يعني اللي هي ما بيخليش بقى ان هي تبقى فيها غازات زي حاجات زي ما بنسمع كده وبتاع، فبتساعد القولون يعني وكده. تمام. بنحط الكمون علشان ما يبقاش يتعب القولون يعني وكده. هابتدي بقى ان انا اخرج ورقه ورقه كده لحد ما ربنا يسهل كده وتيجي تدخل في الحله. طبعا عشان هي بسم الله ما شاء الله كانت كبيره. لما ابتدت ان هي تصغر شويه تدخل في الحله كده، وزي ما قلت لكم بصوا ابتدت بقى ايه اخرج منها. لما بتتحط على البخار بتسهل الدنيا شويه ان هي تتفكك كده من بعضها، وتساعد ايه ان هي تتفكك كده وتسهل الدنيا. هابتدي بقى ان انا احط، يعني اخلع ورقتين ورقتين كده واحطهم في الميه واقلبهم تقلبتين. بديها يعني ايه دقيقه دقيقه الا كده في الميه المغليه، وبتبقى ايه ما بسويهوش قوي علشان ما يتهريش. وكمان بالخصوص لو انا مش هعملها كلها وهيتبقى مني كيس مثلا احطه في الفريزر، فما تسويهاش قوي علشان ما يتهريش منك. طبعا عشان احنا عارفين ان الموضوع ده، بس برضو بنأكد على يعني على معلومة زي كده علشان ناخد بالنا. لو هتشيليها في الفريزر ما تسويهاش قوي، لان احنا طبعا احنا عارفين دلوقتي. انا لما احطها دلوقتي، انا بصوا انا هنا حاطه على الرخامه صينيه وفوقها مصفى، وبطلع بقى من الميه المغليه دي احط في المصفى عشان طبعا تصفي اي ميه زياده. بس طبعا السخونيه مع بعضها كده بتخليه، بتديله درجه سوى زياده شويه. يعني لو احنا سويناه في الميه سوى كامل هتتهري منك، وهتيجي بقى وانت بتلفي الصوابع المحشي يعني وكده هتلاقيها مهرية. ولو هتشيلها في الفريزر هتتهري منك بزيادة ومش هتنفع معاكي تشتغلي بيها خالص. فحاولي ان انتي ما تسويهوش قوي، وفي نفس الوقت لو هتشيليه في الفريزر طلعيه 3/4 سوا، او اقل من ال3/4، حاجة بسيطة كمان، علشان الفريزر برضو هيديله تسوية، والسخونية دلوقتي هتدي تسوية مع بعضها. فنحاول نستغل الموضوع ده ما يضرناش.
هنبتدي بقى نطلع ورقة ورقة كده لحد ما نخلص الكمية كلها. وطبعا لو وصلت بقى معايا لحد هنا متنسينيش بقى باللايك الحلو كده والكومنت الحلو منك. وكل سنة وانتوا طيبين، ويا رب يعيد علينا وعليكم الأيام بخير، ويا رب يجعله يوم مبارك علينا وعليكم، ويجعل كل دعوة دعيناها ربنا يتقبل منا ومنكم. ويا رب يا رب يجعل لنا نصيب في دعواتنا، آه، يعني أفضل حال وأصلح حال، ويجعل لنا يا رب يا رب نصيب إن دعواتنا تتقبل، وربنا يرفع عنا البلاء ويرفع عنا الغلاء، ويخلي لنا ولادنا ويصلح حالنا وحالهم ويبارك لنا فيهم يا رب اللهم آمين. دعوة حلوة منك كده من قلبك، بصلاح الحال وبدوام الصحة وبدوام يعني بصوا ربنا يبارك لنا في عيالنا وفي رزقنا وفي حالنا، ويبعد عنا كل شر وعنكم يا رب اللهم آمين. دعوة حلوة منك كده بصلاح يا رب الحال، ولكم بالمثل يا رب اللهم امين. تعالي بقى اوريكي طريقتي في تقطيع الكرنب. انا بمسك الورقه كده زي ما وريتكم، بقطع العروق ديت وببتدي ان انا اخليها زي مستطيله كده طويل بعرض الورقه، واحطها بصوا طبقات كده فوق بعض، برصهم فوق بعض كده بحيث ان يسهل عليا وانا بلف الصوابع بتكون مرصوصه كده السطور فوق بعضها. بصوا انا بحاول اعمل المقاس المناسب ليا علشان اخد كده ورقه ورقه على طول. قلت اوريكم ورقتين كده وهو اخر ورقتين في الميه، يعني لسه ما خلصتش، بس قلت ايه اوريكم كده على السريع، لاني طبعا هاخد الورق دوت اما يهدى شويه كده من السخونيه، واقعد كده افصصه على رواقه واجهزه علشان يعني ايه يبقى سهل في اللف على طول. طبعا بعد كده بقى هنبتدي ان احنا نعمل التسبيكة ونعمل نسلق الفراخ ونجهز كده شوية حاجات. بس قلت طبعا ايه ابتدي معاكم كده بدعوة حلوة، ربنا يجعل لنا منها نصيب ويجعل لكم بالمثل يا رب اللهم امين. هنا بقى خلصت الكمية خلاص وهصفيها كده شوية وهركنها بقى على جنب لحد ما ايه اعمل التسبيكة، علشان عبال التسبيكة ما تتسبك والفراخ تستوي وتتسلق اكون انا قطعت الكرنب، وابتدي بقى ان انا احط الخلطه، الرز بقى والخضره والحبشتكنات بتاعه المحشي دي. عشان كده بقول لكم انا ما بعملوش كتير، علشان ببقى لازم يوم اجازه من الشغل، وانتوا عارفين طبعا ان انا بنزل الشغل كل يوم، فلما باخد اجازه بقى بحاول ان انا اعوض ولادي كده باكله حلوه زي ما بقول لكم بيحبوها. وكل سنه وانتوا طيبين، مش هقول لكم تاني غير كده. ربنا يا رب يعيد علينا وعليكم الأيام بخير، والسنة الجاية بإذن الله بإذن الله نكون كلنا على جبل عرفات يا رب اللهم آمين. نيجي بقى هنا أنا قطعت البصل مكعبات علشان أسهل على الكبة، لأن هي إيه بتبقى عايزة البصل ما يكونش كبير عليها، فبقطعه كده البصلة 2 3 4 على حسب البصلة هي كبيرة ولا لأ، وأسهل عليها كده شوية بحيث إن هي ما تعكسش معايا وتقف يعني في النص التشغيل ولا حاجة، فبسهل عليها الدنيا. وفرمته بقى فرم ناعم كده علشان ابتدي ان انا اعمل التسبيكة. هنا بقى هقطع القوطة، هغسل القوطة واحطها في الخلاط، وهحط بقى معاها اوريكم دلوقتي هحط ايه علشان تشوفوا وتقولوا لي رأيكم انتوا بتعملوا زيي ولا لا، بس ما تقولوش لولادي علشان مش كلهم بيحبوا الفلفل. الفلفل دوت الفلفل الحار، انا حطيت قرنين كده او 3، علشان طبعا احنا عارفين القطة دلوقتي مش حمرا قوي، وفي نفس الوقت المحشي لما بيكون فيه سنة سبايسي كده بسيطة بيديله طعم حلو وريحة حلوة. ويا رب يا رب يجعله ألف هنا وصحة وعافية على كل اللي كل منه. هنا بقى البصلة ابتدت ان هي تحمر كده شوية صغيرين. انا زي ما قلت لكم بقى لو نسيت اقول لكم، المعلقة اللي انا بحطها بقى مع المحشي دي سر بقى من اسرار المحشي بتاعي، مع معلقة السمنة اللي هي احنا مسيحينها، اللي هي في الأساس الدهنة، سواء ليا سواء دهنة من اللحمة العادي، سواء ده بتديها تيست عالي جدا جدا. مش قادرة أقولك بتخلي المحشي في حتة تانية خالص، بتخلي ريحته بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. مش قادرة أقولك على الجمال والريحة والعظمة اللي بتكون، العظمة لله وحده طبعا. أنا قصدي يعني إن هي بتبقى ريحتها تحفة. تمام. بتديها تيست حلو قوي، وكل اللي بيشم الريحه او بياكل منه بيشكر فيه جدا. جربيها وقولي رايك. هنا بقى هبتدي ان انا خلاص كده التسبيكه اتعملت خلاص، حطيت بقى الرز والخلطه والحاجه. هنا
هنا بقى هوريكم طريقتي في لف الصباع المحشي. الفقرة بتاعة تقطيع الخضرة وتقليب الرز والحاجات دي تقريبا انها ايه، ما تسيفتش. هوريها لكم وهنا كمان هوريكم بقى. بصوا بقى طريقتي في لف الصوابع، ان انا بحط الورقه على ايدي. طبعا بنخلي العروق اللي هي العاليه بتكون جوه. ليه بقى؟ هقول لك السر. علشان اولا الصباع يبقى متساوي من بره، الملمس بتاعه يكون متساوي. ثانيا الفراغات اللي جوه ديت لما بتخش لها الشوربه اللي احنا بنسقيها للمحشي بتدي مساحه للرز ان هو يشرب الشوربه. يعني بتدي فراغات كده للتسويه، بتحس ان هي بتدي مساحة ان هي تخش شوربة جوه الرز ويسويه. واخدين بالكم النقطة دي؟ يعني احنا كنا زمان بنسمع كلام امهاتنا علشان مجرد ان احنا نسمع الكلام بس مش عارفين السر ايه. انا بقى استنتجت ان ده السر اللي كانت امي الله يرحمها بتقولي: خلي الورقة اللي هي العروق العالية دي تكون جوه. كنت بسمع الكلام كده وانفذ وخلاص من غير ما اعرف السبب. بس لو انتوا عندكم رأي تاني او فكرة تانية او معلومة تانية اكتبوها لي في الكومنتات، وبرضه نفيد بعضنا علشان احنا طبعا بنفيد ونستفيد يعني من آراء بعضينا. هنا بقى ببتدي الف كده الورقة زي ما بقول لكم. بحط الورقة، الظهر الناعم هو اللي بره والعروق العالية دي بتبقى جوه عشان احط عليها الرز. هبتدي بقى الف الكميه كلها وهوريكم الشكل النهائي. ما شاء الله اللهم بارك. مش قادره اقول لكم على الطعم والريحه كانت تحفه. هنا بقى طبعا عشان ما اطولش عليكم هروح الفها كده واجي لكم بعد ما اخلص على طول. لو وصلتي بقى معايا لحد هنا قولي لي طريقتي ديت انت بتعمليها ولا لا. لو بتعملي طريقه تانية قولي لي برضه اتعلم منك. بس انا لقيت ان دي الاحسن والاصح، وهي دي فعلا الطريقه الصحيحه. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يعيد علينا وعليكم الأيام بخير يا رب. ويا رب يجعلها سنة، يعني يا ربنا يغفر لنا ذنوبنا ويصلح حالنا ويبارك لنا في أولادنا يا رب، اللهم آمين. بصوا بقى هنا أنا خلصت الكمية كلها. هبتدي بقى إن أنا أحط عليها. أنا عندي طبعا التسبيكة مخليها على جنب. بيبقى فيه كبشة كده بخليها زيادة. أو لو ما عندكيش ممكن تعملي من أي تسبيكة عندك. أنا بحطها في التلاجة احتياطي كده على طول. بحط بقى عليها التوابل بتاعتي اللي أنا عايزة أنكه بيها الفراخ أو المحشي. هتحطي بقى بابريكا، هتحطي ملح، هتحطي فلفل اسود، تحطي 7 بهارات او اي بهارات للفراخ. هتحطيها مع الصلصة دي هتديكي بقى تيست حلو جدا. ولو عايزة تدي رشة فلفل اسود كمان فوق الوش كده مع الفراخ بتديها طعم جميل جدا. هنا بقى هحط الصلصة دي بعد ما سلقت الفراخ طبعا هحطها في الصينية واحط فوقها التسبيكة دي. هتديها طعم ولون وريحة الفراخ المشوية بالظبط. ولو عايزة كمان تحطي معاها فحماية هتديها طعم الفراخ المشوية على الفحم بالظبط. بس انا بصراحة طبعا انتوا عارفين الصيام كنت مستعجلة وكان ايه الوقت طبعا. يوم كده بيعدي بسرعة، بتبقي عايزة ان انتي تقري قرآن او تدعي ادعية وتشغلي بقى برضه وقفة عرفات. طبعا بتبقي مشغلة التلفزيون على صلاة العيد و... وجبل عرفات يعني وكده والحجاج. وطبعا بيبقى يوم ما شاء الله. بصوا بقى ده الشكل اللي قبل التسوية. هوريكم بقى الشكل اللي اثناء التسوية هيكون عامل ازاي بعد ما نضيف الشوربة. طبعا الشوربة هنا انا طبعا هي مغلية. ورجعت لما بردت شوية سخنتها تاني علشان تدي التسوية سريعة للمحشي وتنجز معايا الوقت. ولازم الشوربة تكون سخنة للمحشي، ما ينفعش شوربة من التلاجة كده وتحطيها تسوي بيها. لا طبعا لازم تكون مغلية او سخنة، على الاقل سخنة كويسة. هنا بقى هحطها على المحشي واسيبه بقى يستوي. طبعا كانت فارت هنا الحله اللي قبلها يعني كانت منزله من على البوتاجاز، يعني مش ان هي مش الشوربه. تمام. وانا بعمل التسبيكه كانت نزلت شويه على البوتاجاز. طبعا مستعجله قلت اما اخلص خالص امسك بقى البوتاجاز اصبنه تصبينه تمام. واحنا بنعمل اكل طبعا في طرطوشة زيت، طرطوشة قصدي يعني نقطة صلصة حاجة بتقع. فده طبعا بيبقى عايز بقى ايه بعد ما تخلصي. اخلص بقى وامسك المواعين كلها بالبوتاجاز بكل حاجة تبقى زي الفل. هنا بقى
ايه رأيكم الشكل بقى وهو على النار كده بقى قبل التسوية وهو لسه ما استواش؟ دلوقتي بقى هو ايه، اخر 5 دقايق على النار. الشكشكة اللي احنا بنحب صوتها وريحتها دي بتبقى قلب البيت وبتخلي الريحة اللهم بارك. طبعا احنا كلنا مستنيين بقى اللحظة بتاعت كب الحلة دي. احنا بقى بنكب الحلة كده في اي سيرفيس عندك او اي صينية. ما شاء الله اللهم بارك على الريحة. ألف هنا وشفا لكل اللي كان منه، صحة وعافية، ويا رب يجعله يا رب يوم مبارك علينا وعليكم يا رب اللهم آمين. ويجعل دعواتنا مقبولة وذنوبنا مرفوعة ومغفورة يا رب اللهم آمين. هنا بقى الفراخ طلعتها من الشواية وده المحشي. تعالوا بقى كلوا معانا، ويا رب كده ألف هنا وشفا وصحة وعافية لكل اللي كان منه. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم، وكل سنة وانتم طيبين.